تخيل معايا تكون أول ماتش رسمي ليك في كأس العالم قدام منتخب فيه واين روني، فرانك لامبارد، ستيفن جيرارد، جون تيري وغيرهم، والمنتخب تاعك خسر أول ماتش في البطولة، والخسارة في هذه المباراة معناها باي باي البطولة. تخيل حجم الضغط اللي ممكن يكون على أي لاعب، فما بالك حارس مرمى. هذا بالضبط اللي صرا مع رايسون بولحي. بصح واش لحقنا لهذا الماتش أصلا؟ نرجع لور شوية. قبل التأهل لكأس العالم في ذاك العام، في التصفيات كان عندنا حارس اسمه الوناس قواوي، حارس كبير في السن وفي القامة، والمنتخب كان يربح الماتشات بالدفاع. وصلنا لآخر ماتش في التصفيات مع مصر، وللأسف خسرنا وتعادلنا في المجموعة في كلش. والقانون في ذاك الوقت كان يقول لازم ماتش فاصل يحدد شكون يروح لكأس العالم. حارسنا قواوي دار عملية، وكان لازم نوثقوا في شاب صغير معروف محليا برك اسمه فوزي شاوشي. وهو ثان كان عليه ضغط رهيب لأن المباراة كانت حياة أو موت بسبب ضغط الإعلام. دخل شاوشي ودار ماتش العمر، وأهلنا لكأس العالم هو وعنتر يحيى. المنطق كان يقول أنه شاوشي راح يكون حارس المنتخب الأول وراح يسيطر على هذا المركز ربما ال10 سنين على الأقل. بصح في هذه الفترة وين كان مبولحي أصلا؟ أنا نقول لك وين كان في الدوري البلغاري في نادي اسمه سلافيا صوفيا، وواحد ما كان يسمع به أصلا ولا يعرفه. وقبل ما يروح لهذا النادي كان يلعب في الدرجة الثالثة في الدوري الياباني. أنا عميه أخويا الإفريقي مبولحي في الشباب تاعو كان في الدرجة الثالثة في اليابان. المهم أخويا المنتخب كان يتألق مع سعدان. اسمع، بيناتنا لا تألق لا والو، كان يلعب لعب عشوائي إلى أبعد درجة. عندك صح كان عندنا دفاع حديد، بصح المنتخب كان يجيب هدف من ضربة ثابتة ولا مجهود فردي، والدفاع يحافظ على النتيجة. رحنا لكأس أفريقيا في أنغولا في 2010، وفي نصف النهائي عاودنا تلاقينا مع مصر اللي مسحت بينا الأرض ب4 أهداف. كاين اللي يمسح الموس في الحكم، وكاين اللي يقول إنه صح كنا ضعاف. بصح المهم كامل من هذه الملحمة هي لقطة شاوشي اللي ضرب الحكم بدماغ. وانت عارف الشعب تاعنا شحال يعشق هذه اللقطات، وأسهم شاوشي طلعت للسما، وكان هو الوحيد اللي يضمن بلاصتو مش غير في المنتخب، حتى في قلوب الشعب. والحق مونديال 2010 والهيه في قارة أوروبا في بلغاريا، مبولحي حقق مكسب غريب جدا وثاني واحد نسمع به. في ذاك العام فاز بأفضل حارس في الدوري البلغاري. راح تقول لي على واه؟ نقول لك لأنه كلاصة مع النادي تاعو في المركز السادس، وهذا شيء نادر لأنه الأفضل في جميع المراكز ديما يخيروا من المراكز الثلاثة الأولين في أي دوري. وبالفعل هذا الفوز ضمن له بطاقة دعوة باش يروح مع المنتخب لكأس العالم. ولعبنا ماتش تحضيري مع إيرلندا في بلادهم، ودخل مبولحي في آخر نص ساعة تقريبا وضربوه ببيت من ضربة جزاء. بصح واحد ما ركز ولا اهتم معاه، لأنه أصلا كنا واثقين في شاوشي وزيد خاسرين 3-0. والشعب في ذاك الماتش كان مركز ومنبهر بالأسامي الجديدة اللي جات، مثلا بود بوز وعدلان قديورة وطبعا جمال مصباح. وبعدها رحنا المونديال. بدا المونديال وكان لازم نربحوا أول ماتش مع سلوفينيا لأنه أسهل ماتش ويعطيك دفعة في باقي البطولة. الماتش كانت فيه ندية كبيرة، وشاوشي كان واثق من نفسه لكن غلط وثق في جابولاني الكرة اللي شكا منها أغلب الحراس ومنهم كاسياس بوفون وحتى جوليو سيزار، لأنها كانت صغيرة وتتحرك في الهواء، ما تقدرش تتوقع الحركة تاعها. وللأسف غلط شاوشي وغلطة الشاطر مليون. الماتش اللي بعده هو الماتش اللي المفروض كنا رايحين نخسروه، بصح بسكور قليل. وبعد غلطة شاوشي ولا لازم تربح ولا تتعادل، الخسارة مرفوضة تماما. تم استبعاد شوشي، الأسباب فنية أو نفسية مانيش عارف صراحة، بصح اللي عارفه إني ما كنتش واثق في هذا الحارس الأسمر بتاتا. وأنا نشوف في روني، جون تيري، لامبارد، ستيفن جيرارد وهيسكي. المهم ما راح نقول والو، نخليكم على اللقطات لأنه مستحيل نقدر نعبر بالكلمات على واش شافت عيني. هو بولحي لينون رفيق. اوه بابا 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 يا بولحي ينقذ المنتخب الجزائري بولحي من هدف محقق لباري. وين روني هايل يا ريس ينبو يا ريس يا ريس انت الرئيس يا ريس بولحي انت الرئيس اليوم. يتمكن من الركنية حذاري
الركنية حذاري صعبة. لا لا. بعد ما خلص الماتش مبولحي عاش بالضبط واش عاش شاوشي في ليلة درمان، بصح للأسف الانتصار جاء على حساب شاوشي. الماتش اللي بعده كنا واثقين من مبولحي أكثر من اللازم، وبالفعل ما خيبناش وتصدى لجميع هجمات منتخب أمريكا، بصح ضربونا بهدف في آخر دقيقة من هجمة مرتدة وخرجنا من البطولة بدون أي هدف ولا انتصار. بصح كسبنا حارس راح يحمينا لمدة 15 سنة. حبس شكون هذا مبولحي أصلا اللي رانا نحكوا عليه من الصباح؟ شوف، لخصوا برك لأنه المسيرة تاعو مع النوادي ما تهمناش، اللي يهمنا هو المنتخب. وهاب رايس مبولحي من مواليد 25 أفريل 1986 في فرنسا، أبوه كونغولي وأمه جزائرية أصلها من تلمسان. بعد ما انفصلوا والديه بقى مع أمه، وهذا اللي خلاه يميل للجزائر أكثر من الكونغو. بدا رايس مسيرته في نوادي الهواة تاع فرنسا كيما راسينغ باريس ومارسيليا الفئات الشبانية حتى قرر يحترف، وبدا رحلة طويلة من الانتقالات. بداها مع نادي هارتس في اسكتلندا، هذا نادي كبير بصح في السن برك. ومن بعد راح لليونان لواحد النادي اسمه إثينيكوس. شوي لقى روحه في بلغاريا، وبعد كاس العالم في جنوب افريقيا راح لسيسكا صوفيا، ومعاهم نافس على الدوري الاخر رمق، بصح للاسف وصلهم للمركز الثاني برك، وهذا شيء ممتاز. بعدها راح لعدة تجارب في الدوري الفرنسي والروسي والامريكي، وحتى نرجع للدوريات العربية عن طريق الاتفاق السعودي. ومن بعد لعب اول مرة في البطولة المنحرفة مع السياربي، اللي بابا كان راح يموت من الفرحة كي جابوه. المهم ركزوا على مسيرته مع المنتخب لأنه مع النوادي كما قلنا ما تهمش. بعد مونديال 2010 جاء عبد الحق بن شيخة للمنتخب، وكانت فترة ما يعلم بها غير ربي. مبولحي تقريبا ديما أساسي، بصح فترة سيئة جدا. وبعدها جا الملك وحيد خليلوزيتش اللي نفض المنتخب نفضة غريبة جدا، والكل كان مراهن على الفشل تاعو. غير جلد المنتخب تقريبا كامل، بصح الحق للحارس وقلوب الدفاع ما لقاش أفضل منهم. ومبولحي ما لعبش بعض الماتشات لأنه وحيد كان يجرب في لاعبين جدد في كل المراكز. المحصلة تاع مبولحي كانت 22 ماتش من أصل 31 مع وحيد. باختصار تأهلنا مع وحيد لكأس العالم في البرازيل، وهذه المرة رحنا للمونديال وعدنا ثقة رهيبة أنه راح نفوتوا دور المجموعات أخيرا. كيفاش ما تفوتش ومعكم بولحي، إبراهيمي، فيغولي، سليماني، بالكلام وغيرهم. اي كان ملاحظة، راني فوتت كاس افريقيا قبل المونديال لانه كالعادة ما درنا فيها والو. المهم طحنا في مجموعة صعبة جدا فيها بلجيكا والجيل الذهبي تاعها، دي بروين، كومباني والكلب تاع كورتوا، ومع منتخب كوريا الجنوبية وروسيا. لعبنا مع بلجيكا، سجلنا هنا الاولين، بصح خسرنا بسبة بوشعار تاع فيلايني اللي دخل بديل وجاب 2 أهداف. صح خسرنا، بصح كانت الثقة عالية كأنه ما صرا والو، مع انه 2 ماتشات الجايين صعاب. ولكن هذه كوريا اللي خلعتكم أكبر نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ كأس العالم. يا لا مش هذه، أيوة هذه. هذا دلالة على تطور الكرة السعودية. وبعدها رحنا لروسيا وخبطنا كوكورين بواحد الهدف مع بداية الماتش، صراحة من أجمل ما شفته حياتي، هدف روعة. المهم ضغط روسيا زاد وبقات تهجم أكثر وأكثر، حبت تضمن الماتش لأنه حنايا التعادل يكفينا. صراحة كان جاء أي حارس غير مبولحي في هذا الماتش مستحيل نطلعوا، لأنه هو اللي أعطى ثقة للاعبين أنه قادرين نعدلوا ونطلعوا. وبالفعل سليماني يسجل هدف ويدينا للدور الثاني. ويا الصدمة، يا إلهي، الدور الإقصائي الأول مع منتخب ألمانيا، المدرب تاعو يواكيم لوف والمساعد هانز فليك، الحارس نوير، معاه مولر، معاه كروس. خلاص هذو يكفوا ما نزيدش. بصح في هذا الماتش كنا حابين نخرجوا بأقل أضرار برك، بصح مبولحي حب يفكرنا بيامات الماتش تاع الإنجليز، وواضح أنه مبولحي لازم يدير ماتش عظيم في كل بطولة يلعبها. كالعادة راح نخليكم على الملحمة اللي قدمها المنتخب بقيادة مبولحي ومع اللاعب رقم 12 حفيظ الدراجي. اوه يا ريس، حسن يا احسن الكرة كانت عندك، كرة صعبة من هناك وزيل. هايل يا ريس يا مبولحي، هايل يا ريس يا مبولحي، يخرج الكرة للركنية، وصلت مباشرة للاعب توني كروس.
يا رايس يا رايس، انت رايس نوائل، انت رايس نوائل يا رايس، امام ماريو جوتس يلقط مرماه. كرة لمسعود اوزيل، صعب انك تصمد امامه. تسديده اخرى خطيره خطيره بالراس. رايس شو يا حلي، شو يا حلي، شو يا حلي، شو مرت سلامات، مرت يا ناس، مرت سلامات، مرت في من ضربت هذه الكرة ومن أخرجها. لا لا يا رايس يا رايس، رايس هو الذي أخرج. رحشول يشدد. هاي يا رايس لسامي خديرة مرة ثانية. سامي خديرة حذاري ميلر. قلت لكم حذاري، قلت لكم حذاري من ميلر، قلت لكم حذاري من ميلر. مباراتكم يا ناس، مباراتكم يا ناس. المنتخب او الحارس الذي يصد بهذا الشكل لا يمكن، لا يمكن ان يخسر امام المانيا. الحارس الذي يصد كل هذه الكرات لا يمكن ان يخسر امام المانيا. وضعي تسلل، تسلل. لا 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 لا، قلت لكم لن يسجل علينا الالمان. درامير رايس. ماتش أقل ما يقال عنه أرهقناهم. هذا دلالة على تطور الكرة السعودية. يا ربي نحكي سيريو. يا هي فهمنا وين كنا. ماتش للتاريخ، وحارس سجل اسمه في مونديال البرازيل اللي المنتخب بتاعها شخصيا ضربته ألمانيا ب7 وراح وربحوا كأس العالم. رجعنا مرفوعين الرأس وتهنينا من جملة مشاركة مشرفة. لا لا، هذه المرة كانت منافسة مشرفة وخرجنا مرفوعين الرأس. ركز، منافسة مش مشاركة. بعد المونديال مستوى تاع مبولحي تراجع جدا بالنسبة لبعض الناس، بصح الحق يتقال هي أنه المنتخب فقد الهوية تاعو بعد ما راح وحيد، لأنه الاتحادية سمعت كلام الصحفيين اللي ما عندهم لا مستوى فني ولا كروي ولا مهني ولا حتى أخلاقي، ودعموا قرار الاتحادية مع أنه الشعب كامل كان عارف أنه هذا المنتخب راح يمشي مع وحيد برك هو اللي جمعه وهو اللي عنده كود تفعيل هذا المنتخب. وبالفعل كريستيان غوركيف، رايفاتس، ليكنز والكاراز هذو كامل فشلوا مع المنتخب، والمنتخب ولا مرة يربح ومرة يخسر. واحنا توقعنا انه وصلنا للقاع ومستحيل المنتخب يسوء اكثر من هك، الى ان جاء الداهية. الو بورتو، نحتاج براهيمين، انتم ما عندكمش مباراة، انا عندي مباراة مهمة، اعطوه لي. شوف مانيش راح نحكي لهذه الفترة، مش لاني حزين عليها، لا لا، نقول لك سبب واحد برك نبرد لك به قلبك، هو انه هذا صاحبنا ما عيطش لمبولحي اصلا وخسرنا مع السنة، مع الشيعة، مع المسيحيين، مع لا علينا لا علينا. الى ان جاء المنقذ جميل بالماضي، واول لاعب رجعه للمنتخب هو مبولحي. بالصح لاعب عز الدين دوخة، ومع اداء دوخة الاسطوري خاف عليه بالماضي من العين، والماتش اللي بعده لعب مبولحي. وهنايا بدات قصة جديدة تاع نجاح واحد ما كان يتوقعها. 2019 كأس أفريقيا في مصر راح مبولحي أساسي، وبدات قناة الحفاف تنبح وتستنكر كيفاه مبولحي في القائمة. بصح الرايس كالعادة سكتهم وخرج من دور المجموعات بكلين شيت، منهم ماتش مع السنغال. نزيد نكمل لك الدور اللي بعده كلين شيت ثاني، وولات الحصيلة 4 ماتشات ما دخل فيه حتى هدف. هو يتألق ونباح قاعد غير يزيد في قناة الحفاف حتى نوصلنا الربع النهائي مع كوت ديفوار ولحقنا ضربات الجزاء، وكامل عارفين انه التأهل بإيد حراس المرمى، واحد شدها له والثاني خلعه ريحها وحده. نضحك برك، اصلا كان رايح جهتها يعني ضايعة ضايعة. وبعدها في نصف النهائي لعب ماتش اسطوري مع نيجيريا، ما قدروش يسجلوا عليه الا بضربة جزاء. مبولحي قدم اداء رهيب، بصح اللقطة الاخيرة كانت الهدف الايقوني مع التعليق الاعظم. في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. با 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 جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. مع مبولحي ومحرز وصلنا للنهائي وبطولة سيرة، خرج بشباك نظيفة مع منتخب المهاجمين تاعو ساديو ماني واسماعيل أصار. ومبولحي سكت محللين ربع دورو اللي ما يفهموا لا في البالو لا في الأخلاق. وإحنا قلنا خلاص حكايتنا مع مبولحي، قدم 2 مونديال للتاريخ وجاب كوب دافريك. بصح مبولحي حب يخلي لنا مفاجأة صغيرة مع منتخب المحليين قبل ما يعتزل اللعب الدولي، وراح مع زميل الأمس مجيد بوقرة
وقدم بطولة تحسه شاب صغير مع أنه كان في أواخر 35، وأهل المنتخب لنصف نهائي بعد ملحمة مع المغرب، بالرغم من أنه تصدى ضربة الترجيح الأخيرة، بصح كالعادة صرا هدف غطى على إنجازه. هذا دلالة على تطور الكرة السعودية. يا خويا خلاص فهمنا، عذرا عزيزي المشاهد، رحنا نصف النهائي وربحنا قطر، ومن بعد في النهائي ربحنا على جارتنا تونس. ونعم الرايس خرج من النهائي بشباك نظيفة وبأعصاب باردة أجلاس. وبعد عام خلصت مغامرة الرايس مع المنتخب بعد 96 ماتش على مدار 14 سنة، وفي هذه الفترة حقق بطولة أفريقيا وكأس العرب، أفضل حارس في الدوري البلغاري، وأفضل حارس في أفريقيا 2019، وأفضل حارس في كأس العرب. وفي هذه الفترة خرج برقم خرافي وهو 40 مباراة بشباك نظيفة. هذا كان فيديو خفيف للأسطورة الحية وهي برايسون بولهي. تلاقوا المرة الجاية. بسلامة.